فيقول يا رب أعلم أن لك رضا يسع الخلق، ورضاك إذا حل زال كل كرب، فيا رب أعوذ برضاك من سخطك. فانظر كيف استعاذ بالله من الله، وجاء إلى عقوبة الله فقال يا رب لك عفو على خلقك يشمل القاصي والداني والمفرط والصغير والكبير، أنا واحد منهم يا رب، فأستعيذ بمعافاتك أن تشملني فأسلم من عقوبتك. ثم أجمل ذلك كله في الجملة الثالثة فقال وأعوذ بك منك. ففروا إلى الله، كل شيء تخاف منه تفر منه مبتعدا عنه إلا الله، فإذا خفت منه لجأت إليه وفررت إليه، فإنه لا ينجيك من سخطه إلا هو، ولا يسلمك من عقوبته إلا هو، ولن يجرؤ أحد من خلق الله أن يدفع عنك سخطه أو عقوبته إذا حلت عياذا بالله إلا إذا سلمك الله. فيتجرد العبد في هذا الدعاء معلنا تمام فقره وذله، منخلعا من كل ما يملك، معلنا يا رب إني أعوذ بك منك، علم أنه لا شيء أعظم في الحياة سخطا وعقوبة وهما ونكدا من عقاب الله وسخطه إذا غضب، وهو الجبار وهو المنتقم وهو القوي وهو العزيز. وأدرك في المقابل أنه لا أرحم من الله بخلقه، ولا أعظم رحمة ولا أوسع نعمة، فاستعاذ بالله من الله في هذا الدعاء النبوي من المعاني ما لو استغرق العبد في جملها لتاه عقله، وأدرك أن هذه الجمل العظيمة حقها أن تنطق بالقلوب لا بالألسنة. ثم قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أي وعزتك يا رب لو استغرقت حياتي لا سجودي حياتي كلها محصيا وجوه الثناء عليك والحمد والشكر بما أنت أهل له، بما أكرمت وخلقت ورزقت وهديت وأنعمت وتفضلت، بما سترت وعفوت وتجاوزت، بما حلمت وسترت، بما أكرمت وهديت، بما أجبت من الدعاء، بما صرفت من البلاء، بما تحقق من المطالب، بما رزق الله، بما خلق، بما هدى. فلو جلست حياتي كلها يا رب أشكر وأثني لا والله ما أحصي ثناء عليك، فكيف أقوم بحق الشكر والثناء؟ قال يا رب أنت كما أثنيت على نفسك. فلا أحد من خلق الله يطيق إحصاء لشكر الله، وقد قال الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، مرتين في القرآن ذكر في إحداهما وصف العبد ومقامه وحاله مع نعم الله، قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال في الأخرى واصفا مقام الألوهية ووصف الجليل سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فسبحان من يعطي ويغفر ويرحم ونحن لا نحصي ثناء عليه، بل هو سبحانه كما أثنى على نفسه جل وتعالى.